السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. كم مرة بصينا في المراية واحنا زعلانين واحنا مش مبسوطين؟ كم مرة لقينا صورة فيها تجمع عائلي وخدنا جنب كده وعملنا حجتنا ان احنا بنعمل اي حاجة؟ كم مرة اتهربنا من اي مناسبة، مش عشان احنا وحشين او عشان احنا مش اجتماعيين، لا عشان احنا متضايقين من شكلنا ومن شكل جسمنا. عشان كده انا عملت القناة دي، عشانك وعشاني، عشان نفيد بعض. ونوينا ان احنا نبدأ بداية جديدة، بداية كلها تفاؤل، بس كلها نية على التغيير. طبعا قبل اي حاجة انا ام جوجو، تمام. آه دي قناتي الصغنونة قوي كده اللي هنكبر مع بعض فيها بأمر الله. قلت لازم انقل معاكم التجربة اللي انا عديت بيها. التجربة وهي كالتالي: من وانا لسه صغنونة قوي كده، اكبر شوية شوية، وانا اصلا عندي سمنة عشان دي وراثة، انا عيلتي كده، ربنا خلقنا كده الحمد لله في احسن تصوير. عمرنا ما اعترضنا، بس زعلنا، لان طبيعي ان احنا بشر وعايزين دايما نفسنا في افضل حال، في احسن صورة. طول عمري كنت بتمنى ان انا ابقى احلى، اتمنى ان انا ابقى في اجمل صورة زي ما كلنا بنبقى كده. عملت دايت كتير قوي من وانا لسه عيلة في ابتدائي وانا بعمل دايت، والله زي ما سمعتوا كده. ومسافة ما اسيب الدايت ارجع ازيد. انتي بما انك بتعملي دايت قبل كده هتفهمي انا بقول ايه. الدايت المفروض ان هو يبقى اسلوب حياة تكملي بيه طول عمرك. مسافة ما سبتيه هتزيدي، حكمة ربنا. عدينا 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، لا لسه ما جبتش ال40، اصبري عليا. جه اليوم اللي قلت فيه كفاية، تعبت، مش هكمل كده، مش عارفة اكمل كده اصلا. للعلم ان انا موضوع العملية ده في دماغي بقاله سنين، بس الخطوة على فكرة مش سهلة خالص خالص. لحد ما جه اليوم حسيت بوجع في ركبي، زي ما انتي حاسة بوجع في ركبك، وحاسة بوجع في ظهرك، وحاسة بكل سنتي في جسمك بيوجعك. ما احنا في للأسف احنا مدفونين جوه جسم ما بيعملش حاجة غير انه بيأذينا. السمنة كده، السمنة كده للأسف. فقلت لا كفاية، مش عارفة اكمل كده، مش قادرة اكمل كده، مش هينفع اكمل كده. انا واحدة لسه ما جبتش 35 سنة ومش قادرة، تعبانة. هتقولي لي طب انتي عندك معلومات طبية؟ انا مش دكتورة، ومش فاشونيستا، ومش حد معروف، ومش بلوجر طالعة اعمل اعلان، ومش اي حاجة في الدنيا. انا واحدة تعبت من حاجة معينة وقررت ان انا هغيرها، وجايه انقلك اللي انا حسيت بيه، عشان انا عارفه ان انتي اكيد حاسه باللي انا بقوله وفاهمه اللي انا بقوله وتعبانه زيي. وقفت وقلت لا، مش هكمل كده. ايه اللي يجبرني ان انا اكمل طول حياتي تعبانه؟ مفيش منطق بيقول ان انا اكمل حياتي تعبانه، مفيش منطق بيقول ان انا يبقى معايا اطفال ومش عارفه ابقى وسطهم. قلت لا، هعمل عمليه. وانا عملت القناه عشان احكي لك بقى كل التفاصيل اللي بعد كده، اللي هي ايه، اللي هو ايه اللي وصلني القرار ده، عملت ايه عشان اخد القرار، خدت القرار في وقت قد ايه، يوم العملية حسيت بايه، احساسي ايه وانا سايبة ولادي وانا نازلة رايحة العمليات ومش عارفة انا راجعة ولا لا. رعب. بس هحكي لكم اللي حصل. ما انا ام زيك وعندي 3 ولاد، كان كل اللي في بالي ان انا مش راجعه لهم. احاسيس كلها ملخبطه، كلها بتوجع، بس انا طول حياتي موجوع. فجي الوقت ان انا اقرر ابطل الوجع ده عشان ارتاح. فبالتالي انا عملت القناه دي عشان انقلك اللي انا حاسه بيه، لعل وعسى المسك بكلامي. فيديوهاتي بعد كده كلها هشرح لك اللي تم، هشرح لك اول احساس حسيته بعد ما فتحت عيني في اوضه الافاقه، الاحساس اللي انا كنت حاساه وانا داخله اوضه العمليات،
الاحساس اللي انا كنت حاساه وانا داخله بيتي بعد ما عملت العمليه، الاحساس اللي حسيته بعد اول ميزان، انا عامله العمليه بقالي شهرين، احاسيس كلها مختلفه. الاحساس اللي حسيته لما بيجيلي حد يقول لي انت خسيتي، يا فرحه قلبي، يا فرحه قلبي. سامعاكي اللي بتقولي بس انت لسه ما خسيتيش قوي، يا ستي انا لسه شهرين. اتقل، التقيل جاي ورا. الحاجات دي مش بين يوم وليله. الوزن اللي احنا كسبناه سنين كتير لازم ينزل برضه في حبه حلوين. اصلا انا لو نزلت نزول سريع دي مش حاجه حلوه. عملنا ايه اول اسبوعين، عملنا ايه اول يومين، عملنا ايه واحنا راجعين بالكانيولا في ايدينا ومش قادرين نقف. احاسيس كتير، حاجات كتير، مشاعر كتير، لخبطه كتير، بس حاجه حلوه. وانا هشرح لك كل حاجه في الايام اللي جايه. بس طبعا احنا عارفين هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل لايك للفيديو عشان تستفيدي بيه انت وهي وهي وهي، ولو هو كمان انا موافقه، ما عنديش مشكله. وهتعملي اشتراك للقناه عشان تشوفيني وانا جايه اقولك اللي تم بعد كده. ولو عوزتي اي سؤال هتكتبي لي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكي، مش هتاخر عليكي في اي سؤال. نسيت اقولك انا عملت عمليه اسمها الساسي. ايه الساسي دي بقى؟ هشرحها لك برضه. شجعيني ودعميني، والقناه ان شاء الله هتكبر بيكو، عشان انا نيتي بيها خير، انفعكم وانفع نفسي. انتي هتستفيدي من اللي انا هقوله بامر الله، وانا هستفيد من متابعتك ليا بامر الله. بامر الله هتابع معاكم دايما، وهقولك كل الحاجات اللي انتي محتاجه تعرفيها. وعلى فكره في حاجات حلوه وحاجات مش حلوه، بس الحاجات الحلوه اكتر صدقيني. هنتبسط مع بعض، الدنيا هتبقى حلوه، هنخس كلنا بامر الله. مش بفرض عليكي فكره محدده خالص. انا عايزه اقولك ان انا قبل كده خسيت ما يقرب من 27 كيلو لوحدي، من غير دكتور، من غير عمليات. انت لو عايزه تعرفي ده برضو تم ازاي قوليلي وانا هقولك. بس انا رجعت زدتهم، بس مش مشكله، ادينا بنحاول طول حياتنا. تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واي حاجه انت عاوزاها تكتبي لي في الكومنتس تحت، وهتدعميني دايما وهتستنيني دايما، ودايما مع بعض في بدايه جديده، وان شاء الله تبقى اقوى بدايه، وبدايه جامده جدا، وتبقى بدايه حياه جديده للافضل ليا وليكم. استنوني. باي باي.